النهارده يا شباب أعرفكم على تأشيرة البحث عن عمل واللي أتاحتها هولندا لأي حد داخل أراضيها أو خارج أراضيها يقدر يقدم على التأشيرة ديت، والتأشيرة ديت هتسمح لك إن أنت تقعد هناك في قلب البلد لمدة سنة. هنعرف طبعا التفاصيل ومكان التقديم وإزاي تقدم عليها وإيه هي الشروط بالظبط. بس لو أنت أول مرة تشوفنا وحابب تكون معانا في قلب القناة يا ريت ما تنساش الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك معانا كل جديد. مساء الخير يا شباب وكل سنة وأنتم طيبين. النهارده يا جماعة زي ما قلنا هنتكلم عن تأشيرة جديدة، هي تأشيرة البحث عن عمل خاصة بهولندا، ويمكن أول مرة نتكلم عن التأشيرة ديت عندي هنا على القناة، عشان كده حبيت إن أنا أتكلم عن تفاصيلها بالظبط ومين اللي مسموح له يقدم على التأشيرة ديت وإيه هي الشروط بتاعتها. بس أولا لازم نعرف إن التأشيرة ديت يا جماعة بتسمح لك إن أنت تقعد هناك في قلب البلد لمدة سنة. التأشيرة ديت الرد بيجي لك بالظبط بعد 90 يوم. التأشيرة ديت برضو يا جماعة ثمنها بيقارب ال 200 يورو. قالوا بقى يا جماعة نعرف مين اللي بنحاول يقدم طبعا على التأشيرة ديت. أولا كده يا جماعة هي مسموح الطلاب اللي هم طبعا درسوا في قلب هولندا وحصلوا على شهادة جامعية وما يكونش تمر طبعا على الشهادة ديت 3 سنوات. تاني حاجة الفيزا ديت مسموح لك ان انت تقدم عليها مرة واحدة، بس لو انت هتكمل الماجستير فانت من حقك طبعا تقدم برضه مرة تانية. بعد كده لو انت مثلا هتكمل دراستك في داخل هولندا او خارج هولندا، بس شرط تكون دراستك باللغة الانجليزية وتكون جامعة معترف بيها، يعني تكون من افضل 200 جامعة على مستوى العالم، تقدر برضه تقدم على التأشيرة ديت. وزي ما قلنا التأشيرة ديت بتسمح لك ان انت تقعد سنة هناك في قلب هولندا ومقيم، ومن حقك تدور على شغل. من حقك برضه لو انت طالب ومثلا بتكمل دراستك او الماجستير بتاعك عن طريق برنامج اللي هو راسموس موندوس الاوروبي، فانت من حقك تقدم برضه على التأشيرة ديت. التأشيرة ديت يا جماعة شرطها ان انت تكون برضه بتتكلم اللغة الانجليزية. يعني ايه بتتكلم اللغة الانجليزية؟ يعني يكون معاك شهادة تثبت فعلا ان انت بتتحدث اللغة الانجليزية زي الايلتس او التوفل. ودي طبعا بالنسبه للطلاب، عشان لو اي حد طالب بيدرس في هولندا، حد قبل كده خد شهاده من قلب هولندا، فمن حقه ان هو يقدم طبعا عليه، او حد بيدرس خارج هولندا وفي جامعه طبعا وتكون دراسته باللغه الانجليزيه وتكون الجامعه ديت معترف بيها، يقدر يقدم طبعا على تاشيره. اما بالنسبه للمقيمين خارج هولندا يا جماعه فانت اوراقك تعتبر سهله برضه والشروط بتاعتها بسيطه. فمثلا هيحتاج منك جواز سفر ساري، في نفس الوقت هيحتاج منك تصريح اقامه في هولندا، او ان انت يكون عندك تصريح اقامه في اي دوله من دول الاتحاد الاوروبي، او يكون ليك عيله طبعا مقيمه في اي بلد اوروبي ضمن الاتحاد الاوروبي يا جماعه. في نفس الوقت تكون ان انت موافق على شرط اللي هو الاختبار السل، يعني ما يكونش لا قدر الله عندك مثلا السل. من الوثائق بقى اللي هتطلب منك لما تيجي مثلا تقدم على التاشيره ديت برضه حساب بنكي يغطي مصاريف اقامتك هناك في قلب البلد، شهاده تثبت طبعا زي ما قلنا خلوك من مرض السل، وجواز سفر ساري طبعا، ومكان الاقامه هناك في قلب هولندا، والسجل الجنائي يكون نضيف، وبترجم طبعا الاوراق ديت او المستندات الرسميه للغه الهولنديه. طريقه التقديم بقى على الفيزا ديت يا جماعه بتختلف حسب الشخص. مثلا لو انت طالب هتبقى لها طريقه، ولو انت مثلا مقيم خارج هولندا هيبقى لها طريقه تانية. بس لو انت طالب يبدا بتقدم على النت يا جماعه، يعني انت بتملأ النموذج الطلب الرسمي بتاعك وبتخش على الموقع اللي انا هسيبه لكم في قلب صندوق الوصف، اللي هو الموقع الرسمي طبعا الخاص بالتأشيرة ديت، وبتسجل في الموقع الخاص ده عشان ان انت تاخد الكود بتاع الطلب بتاعك. بعد كده بترفع المستندات ديت زي ما قلنا بعد ما بتترجمها للغة الهولندية. بعد كده بتنتظر لمدة المعالجة 90 يوم لغاية اما هم يردوا عليك. اما لو انت بقى مثلا خارج هولندا انت بتروح السفارة، يعني مش بتقدم على النت، اللي طلب منك ان انت بتروح السفارة عشان تاخد طبعا تصريح الإقامة المؤقت اللي احنا اتكلمنا عنه. بعد كده بتترجم الأوراق اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي المستندات الرسميه زي جواز السفر وحساب بنكي السجل الجنائي، وبعد كده بتاخد رقم الطلب بتاعك وبتقدم الطلب بعد كده عن طريق موقع اسمه اي ان دي. وبعد كده بتدفع الرسوم اللي اتكلمنا عنها اللي هي تقريبا 200 يورو. بيجي لك الرد زي ما قلنا بعد 90 يوم بالظبط. وبعد كده بتاخد تصريح إقامة مؤقت من السفارة. مدة التأشيرة ديت قلنا سنة وثمنها قلنا 200 يورو. مدة المعالجة بيجي لك بعد 90 يوم، يعني بيجي لك الرد بالظبط بعد 90 يوم. وطبعا دي أحدث تأشيرة للإقامة والعمل في قلب هولندا، والتأشيرة ديت زي ما قلنا متاحة للجميع، بس الأول لازم تكون مستوفي الشروط اللي احنا اتكلمنا عنها، سواء كنت طالب داخل هولندا أو إن أنت كنت مقيم خارج هولندا. بالتوفيق للجميع بإذن الله. ولو في أي استفسار يا ريت الناس تسيبونا في قلب التعليقات، وأنا في أقرب فرصة هرد عليكم. وشكرا لكم وبس كده.